ازاي قدرت احقق الشرط ال10 مليون مشاهدة ستورج؟ في الفيديو ده هقولك ازاي قدرت احققه بالقناة اللي قدامك دي. تعالوا كده نجي على المحتوى ونشوف الاكثر مشاهدة. تمام، في الشورتس هتلاقي في فيديو جايب 7 مليون و300 الف مشاهدة. لو دخلنا عليه كده تمام وجينا على المشاهدة زي ما انتم شايفين جايب 7 مليون و300 الف مشاهدة. جينا على المشتركين هيجيب 7500 الف مشترك. يعتبر حققنا الشروط في فيديو واحد بس. تعالوا نخش على الفيديو اللي بعده. تمام، اللي هو جايب 6 مليون و600 ألف مشاهدة. تمام، جينا على المشتركين هذا المشاهدين 6 مليون، المشتركين 5 مليون و300 ألف. يعتبر حققنا الشروط في فيديو واحد أو فيديوهين بالكثير. تعالوا أقول لكم إيه الاستراتيجية اللي تمشي عليها والحاجات اللي تمشي عليها عشان تقدروا توصلوا ل10 مليون مشاهدة بأقصر وقت بإذن الله. تعالوا تابعوا الفيديو للنهاية عشان تستفيدوا أكتر استفادة. عشان تكونوا عارفين يا جماعة ال10 مليون مشاهدة ستورج حاجة مش صعبة قوي. يا ريت تتابعوا الفيديو للنهاية وتقبلوا النصايح اللي هقولها لكم، وبرضه زي ما وريتكم الفيديوهات وزي ما وريتكم الإحصائيات. أول نصيحة معانا إجباري لازم تعملوها اللي هي الصوت وجودة الفيديو. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا دلوقتي دخلت الفيديو لقيت مثلا جودة الصوت معفنة وجودة الفيديو معفنة، إجباري هطلع برا الفيديو، مش هكمل الفيديو ولا هعمل اشتراك. واحنا في الفترة دي بنعوز من المشاهد الاشتراك والمشاهدة والتعليق بتاعه. بيفرقوا معانا الثلاث حاجات دول عشان تكونوا عارفين. طب نعمل ايه؟ اول حاجة حاول تحسن من جودة الصوت. تاني حاجة تحاول تحسن من جودة الفيديو. تمام، تقدر مثلا جودة الفيديو تجيب لينج لايت تمام ب 200 جنيه ب 300 جنيه ب 400 جنيه على حسب سعره وعلى حسب المقاس اللي انت عايزه. وجودة الصوت تقدر تجيب مايك بويا معرفش ام ايه برضه هيظهر على الشاشة، واللينج لايت برضه بإذن الله هظهرها لكم على الشاشة. تقدر تجيب الحاجات دي وبإذن الله الجودة تلقائيا لوحديها هتلاقيها حلوة معاك وهتلاقيها تتحسن واحدة مع واحدة. طبعا أنا مش بقول لك تجيب تكلفة من أول يوم أو من أول مثلا أيام، لا، تمشي عادي بالاستراتيجية دي. مثلا ما عنديش فلوس أجيب اللينج لايت، تقدر مثلا من شباك البيت أو من أي حتة في الصبح تصور، يطلع الشمس عليك، هيوجه الشمس على وشك، هتبدأ الإضاءة أو الجودة بتاعت الفيديو تتحسن. ده لو معكاش لينج لايت. لكن الصوت تحول مرة على مرة تجيب على الأقل مايك صغير أو أي مايك. يعني البوية ده مش هيجيب لك معاك أي فلوس ولا هيكلفك أي فلوس. هيعمل مثلا معاك 300 جنيه 350 بالكتير، لكن حاجة مية مية، وكل منشئ المحتوى بيقول عليه مية مية. تمام. وتاني نصيحة معانا اللي هو النشر اليومي. النشر اليومي يا جماعة من أهم العوامل لتحقيق ال1000 مشترك أو ال10 مليون مشاهدة ستورج. تمام، عشان تكونوا عارفين النشر اليومي في الفيديوهات الكبيرة وفي الفيديوهات الصغيرة برضه. تمام، تعمل إيه؟ طبعا في الشورتس هتنزل في اليوم من 3 فيديوهات ل5 فيديوهات. هتقول لي ليه؟ هقول لك لأن المشاهد كده كده الشورتس أكثر مشاهدة عنده، كده كده أي فيديو بيجيب مشاهدات عنده، وانت عايز مشاهدات عشان تقدر تحقق الشروط اللي هي ال10 مليون مشاهدة. تعمل ايه؟ زي ما قلنا تنزل 3 فيديوهات من 5 فيديوهات، بس الأحسن تنزل 5 فيديوهات عشان تقدر تجيب المشاهدات في أقدر وقت بإذن الله. زي ما تكونوا عارفين لازم في 90 يوم تجيبوا المشاهدات دي. بإذن الله هتقدر تحققها في شهرين أو في أقل من شهر بإذن الله، لكن تمشي على الاستراتيجية اللي هنكملها لنهاية الفيديو. وتالت حاجة معانا يا جماعة السر اللي هي 3 ثواني بتاعت الفيديو. اهم حاجة دول يعتبر في الفيديو. لازم تعمل ال3 ثواني بتوع الفيديو الشورتس اهم يكونوا. ان اهم حاجة تحط مجهودك كله في المونتاج في الحتة ال3 ثواني دي، لانك يعتبر المقدمة بتاعتك او الهوك بتاعك في اول الفيديو هو اللي هيشد المشاهد معاك للنهاية. طول ما المشاهد جه معاك للنهاية هيبدأ الفيديو يترفع، لكن المشاهد ما كملش الفيديو هيبدأ تلقائيا الفيديو لوحده هيقل المشاهدات، لان المشاهد ولا كمل ولا عمل لايك ولا اي حاجه. لكن انت لازم تعمل اول حاجه الشورتس، لازم الناس تكمل الفيديو، لانك اول ما هيكملوا الفيديو هيبدا الفيديو ينتشر اكتر واكتر وتبدا تحقق الشرط اللي قلنا عليه. تمام. ورابع حاجه اللي هي مده الفيديو. مده الفيديو يعتبر اهم عامل ليك، لانك كل ما هتزود في مده الفيديو اكتر المشاهدات هتزيد اكتر. كل ما هتقل اقل مده الفيديو هتبقى قليله المشاهدات هتقل، لان كل ما المشاهد يكمل الفيديو للاخر المشاهدات هتبدأ تزيد تزيد تزيد. كل ما هيبقى مثلا 50 ثانية هيبدأ يزيد. طب ايه افضل مدة تعملها الفيديوهات الشورتس؟ افضل مدة من 30 ثانية ل50 ثانية.
دي يعتبر أفضل مدة تعملها، لإنك كل ما هتستهدف كتير من المدة الناس كتير هتبدأ تشاهد وهيبدأوا يشتركوا وهيبدأ يعملوا لايكات وتعليقات. وبرضو ملحوظة لازم تعملها، تقول لهم في الفيديو مثلا من أول الفيديو أو بعد ما يخلص ال5 ثواني أو ال10 ثواني تبدأ تقول لهم كملوا الفيديو للآخر عشان في سر مثلا هقوله لكم. ولازم يكون بالفعل يكون في سر في آخر الفيديو، لأن المشاهد لو كمل الفيديو للآخر وما لقيش السر يعتبر كده هيقفل قناتك أو هيلغي الاشتراك، مش هيدخلها تاني. هيبدأ كده يفهم إن أنت بتكذب على المشاهد أو بتقل منه بمعنى الكلمة. وكده حبايبنا نكون عرفناكم كم نصيحة، يا رب تستفادوا منيها وبإذن الله تستفادوا منيها. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة حبايبنا، سلام.